السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ إيه الاخبار؟ بقول لكم ايه بقى، خلونا كده نكون صريحين مع بعض شوية. هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنفتح في دماغنا 100 سيناريو كلهم وجع وقلق وخوف؟ انا النهاردة مش جاية اقولك نصايح من كتاب خالص، لا لا. انا جاية احكي لك تجربة شخصية. ازاي كنت بنت بتشيل هم الحاجة قبل ما تحصل بشهور. يعني انا بجد كنت بصحى من النوم قلبي مقبوض واقول يا ترى ايه اللي ممكن يحصل معايا بكرة، في حاجة اصلا يعني ممكن تحصل او ما تحصلش، الله اعلم. لكن كان عندي overthinking في التفكير في المستقبل بطريقة مرعبة. كنت بضيع، شكلي كان بيدبل وضحكتي ما كانتش بتطلع من قلبي بجد، عشان كنت خايفة من حاجة لسه اصلا ما حصلتش. بس الحمد لله، بعد معاناة قررت اطلع من السجن ده، وقررت كمان اني هحاول ما اسيبش اي بنت تقع في نفس الفخ ده. يلا بينا ندردش شوية عن الموضوع. اولا كده احنا محتاجين نسأل نفسنا، احنا ليه بنخاف من المستقبل اصلا؟ سألتي نفسك قبل كده انا ليه بخاف من اللي جاي؟ ليه عقلنا دايما بيختار السيناريو الاسود؟ يعني ممكن الحاجة اصلا اللي هتحصل دي تبقى حاجة حلوة جدا وربنا كاتبلك فيها حاجة حلوة. فاحنا دايما، او ممكن الحاجة الوحشة اللي انتي تتخيليها اصلا ما تحصلش، لكن دايما في عقلنا ليه دايما بنتخيل السيناريو الاسود؟ الحقيقة اننا مش بنخاف من الموقف اللي هيحصل، احنا بنخاف من المجهول. الانسان بطبيعته بيحب يكون مسيطر على كل حاجة حواليه. يعني بتحبي تبقي مسيطرة على حياتك، عارفة انا هعمل بكرة مثلا واحد اتنين تلاتة، بتبقي مسيستمة دماغك على حاجة معينة. فلما في حاجة هتحصل وانتي مش عارفة هتبقى ماشية ازاي، بتبقي خايفة من المجهول مش من الحاجة اللي هتحصل. ولما بنحس ان في تغيير كبير هيحصل في حياتنا، احنا مش في ايدينا نوقفه، مثلا زي مثلا سفر، او شغل جديد، او مسؤولية جديدة، او امتحانات، بنحس ان الامان بتاعنا اتهز. المشكلة اننا بنواجه مشاكل بكرة بطاقة النهاردة. هي دي بقى المشكلة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. دلوقتي انتي طاقتك بتفكري دلوقتي انا مثلا، ولو ربنا كاتب لي ان انا مثلا انا طالب في ثانوية عامة، لو ربنا كاتب لي ان انا اجيب 80%، بس انا حاطه هدف في دماغي وحلم من احلامي وحلم عيلتي وبلدنا كلها ان انا اجيب 90%. بفكر دلوقتي يا ترى لو جبت 80% ايه اللي ممكن يحصل فيا؟ ده انا هموت، مش هستحمل. انتي بتقولي في دماغك كده يعني، دماغك بتهيألك كده، وتفضلي تفكري بقى اللي هو تسيبي مذاكرتك واللي انتي فيه اصلا علشان يا ترى لو انا جبت 80% ايه اللي هيحصل لي؟ ده انا هموت. مع العلم ان طاقتك النهاردة مش زي طاقتك وقتها، حتى لو ربنا كاتبلك تجيبي 80%، فصدقيني انت هتستحملي. لان ربنا هيدي ان الله اذا كلف اعان، يعني ربنا ان كلفك بحاجه اكيد هيعينك عليها. انتي مثلا تتخيلي دلوقتي كلنا طبعا هنموت مثلا، فانتي تتخيلي ان حد شخص عزيز عليكي قوي ممكن ربنا يتوفاه. في ناس عندها، انا كنت من الناس دي، عندها اوفر ثينكينج مثلا، في ان حد بتحبه قوي وقريب منها يبعد عنها مثلا او يختفي او ربنا يقدر له الوفاة او كل الحاجات دي. طيب، انا حاليا بتخيل لو الانسان ده بعد او يعني راح عند ربنا مثلا، ايه ده؟ انا مش هقدر اعيش، ده انا هتدمر. لكن الحقيقة ان وقتها ربنا بينزل علينا صبر احنا ما نتخيلوش. عشان كده طاقتنا النهاردة مش زي طاقتنا بكرة، مش زي طاقتنا السنة الجاية. عشان كده احنا لازم نوقف تفكير في المستقبل. انتي النهاردة خايفة لانك بتواجهي شبح المستقبل وانتي لسه ما عندكيش ادواته، فهماني؟ بس لما بكرة يجي ربنا هينزل معاه قوة وصبر تخليكي تعدي كل ده، وانتي مش عارفة، تحسي انك في حلم، وكل اللي انتي كنتي بتقولي ايه ده انا مش هقدر استحمله فجأة هتلاقيه عدى كده. تعالي بقى نتكلم في حاجة مهمة قوي يا بنات. بصي لنفسك في المراية وانتي في عز نوبة التفكير دي. يعني في ناس بتوقف حياتها فعلا علشان بتكون بتفكر في حاجة معينة. الحاجة دي ممكن تكون أي حاجة في الحياة، حاجة تافهة مثلا بالنسبة لي بس بالنسبة لك حاجة كبيرة قوي وانتي ما بتبطليش overthinking فيها. فبصي لنفسك كده في المراية، ايه بصيتي؟ شايفة الهالات السوداء اللي عندك؟
طب شايفة البهتان اللي في بشرتك؟ انا عايزة اقولك ان التفكير والهم هما العدو الاول لجمالك. البنت انوثتها في رقتها وفي شكلها وهدوء نفسها وفي ضحكتها الصافية. فليه احنا نضيع على نفسنا كل ده علشان حاجة اصلا ما حصلتش؟ احنا ممكن ما نبقاش موجودين بكرة، انت متخيلين؟ يعني وانا بتكلم حاليا وانتي قاعدة حاليا في موضوع شاغل بالك وهيموتك من كتر التفكير، ممكن بكرة ما تبقيش موجودة. فانتي محتاجة تتبسطي النهاردة، محتاجة تتبسطي في اليوم اللي احنا فيه ده، لانك فعلا بكرة ممكن ما تبقيش موجودة. ولما على فكرة الموضوع ده بيزيد، كل ما بنسيب نفسنا للموضوع ده بيزيد معانا اكتر. يعني لما بنسيب نفسنا للقلق والتفكير بنتحول بقى لكتلة توتر. لو انتي هتلاقي نفسك بنتك جاية تكلمك كلمة فهتصرخي فيها، هتزعقي فيها، امشي، انا مش طايقة حد، انا معرفش ايه. هتلاقي حياتك الحاضر اللي انتي فيه اصلا بيبوظ. يعني حتى لو في حاجة مش كويسة هتحصل بعدين، فانتي بتبوظي الحاضر بتاعك دلوقتي. فبتلاقي جسمك دايما مشدود واعصابك مشدودة ومتوترة، وبنهدر الطاقة بتاعتنا في معارك وهمية مع المستقبل. خسارة تضيعي لمعة عينك عشان خايفة من فراغ او تغيير نظام حياة مثلا. آه، أنوثتك غالية قوي وصحتك النفسية هي اللي بتخليكي منورة. فبلاش تطفي النور ده بإيديكي. فأكبر غلطة بنعملها بجد هي إننا بنبوظ الحاضر اللي احنا عايشين فيه، اللي هو أصلا مضمون، هو في ايدك دلوقتي. يعني انا النهاردة اقدر اكون مبسوطة، الله اعلم في المستقبل هكون قادرة ولا لا. فاحنا بنضيع الحاجة المضمونة اللي هو الحاضر بسبب المستقبل اللي هو غايب اصلا. يعني مثلا نتخيل لو حد غالي عليكي مسافر كمان شهرين، بدل ما تقضي الشهرين دول في سعادة وتشبعوا من بعض وتتكلموا مع بعض وتبنوا ذكريات حلوة تفتكروها بعدين، هتفضلي مقضياهم في نكد وتفكير هعمل ايه يا ترى لما يمشي، طيب حياتي هتبقى عاملة ازاي، طيب هيوحشني قوي، طيب معرفش ايه كده. فليه ما نقضيش الشهرين دول مثلا واحنا كويسين وبنضحك وبنبني ذكريات حلوة ومبسوطين، وان شاء الله لما يمشي ربنا هينزل علينا طاقة نستحمل ده. احنا كده بنعيش الوجع مرتين، مرة واحنا بنفكر فيه ومرة لما يحصل. طب ليه؟ الماضي مات خلاص والمستقبل غايب. مفيش في حياتك غير دلوقتي، اللحظة اللي انت فيها دي. ما تفكريش بعد ساعة قدام، فكري في اللحظة اللي انت فيها دي ازاي تبقي مبسوطة، ازاي تعملي حاجة تفرحك. ليه بنسمم اللحظة الحلوة باسم التوقعات الوحشة؟ بصي اللي اقدر اقولهولك، عيشي الحاضر بكل تفاصيله، اشبعي من كل ضحكة وخلي ذكرياتك عن الفترة دي انك كنتي انسانة سعيدة، مش انك كنتي شايلة طاجن 66. طيب حد هيسألني طب اعمل كده ازاي؟ ما هو صعب عليا، انا انسانة بتفكر كتير، هنعمل ايه؟ وعلى فكرة انا كنت كده جدا جدا. جالي فترة من حياتي كنت اتعس خلق الله بجد، اللي هو من كتر التفكير في حاجات وهمية اصلا وما حصلتش على فكرة. اللي عايزة اقوله لكم ان تلات ارباع الحاجات اللي نبقى متوقعين انها هتحصل ما بتحصلش. ادي لنفسك 5 دقايق تفكير وبعدين قومي اتحركي. الحركة بتطرد الأفكار السلبية. يعني مثلا في حاجة انت محتاجة تفكري فيها وحاسة انك كل راح تغسلي مواعين بتفكري في نفس الحاجة، ماسكة الموبايل، حاجة عمالة تزن في دماغك فانت لازم تفكري فيها. يعني لو قلتي لا انا مش هفكر بتحسي انك مش قادرة تعملي اي حاجة. عايري افتحي كده التايمر على التليفون 5 دقايق، فكري في الحاجة دي عادي، خلي دماغك تسوحك فيها، حاولي اللي هو ايه هيحصل كذا 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 كذا، وبعدها فورا اقفلي تفكير في الموضوع ده. قومي من مكانك، اشربي ميه، افتحي الشباك، شمي هوا، خرجي نفسك اصلا، ما تسيبيش نفسك للموضوع. تاني حاجة، التفريغ الورقي. نجيب ورقة او نجيب نوت بوك كده ونكتب فيه كل الحاجات اللي احنا خايفين منها، وجنبه لو الحاجة دي حصلت هتصرف ازاي. الفكرة بتخرج من راسك للورقة، فبتحسي ان حجمها صغر. انت ممكن ما تبقيش مصدقة بس بجد دي حاجات مجربة وفعلا هايلة. يعني انا لما بيكون في حاجة شاغلة دماغي او حاجة دايما بفكر فيها او تعباني، جبت ورقة او كشكول كتبت فيه انا مضايقني مثلا او خايفة بكرة يحصل معايا كذا 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 كذا، طيب لو الحاجة دي حصلت انا هتصرف ازاي.
عشان مثلا الموضوع يعدي بأقل خسائر ممكنة، أنا هعمل واحد اتنين تلاتة. بجد بتحسي بعدها ان المشكلة بدل ما كنتي انت مكبراها قوي بقت صغيرة قوي، وبقيتي بقى ماسكة الموضوع من الآخر. فهماني؟ اللي هو انت عارفة حتى لو الحاجة دي حصلت فانا هقدر اتصرف كده كده. تالت حاجة، لازم يكون في امتنان في حياتنا. كل يوم نكتب 3 حاجات في حياتك دلوقتي حلوة. ده بيجبر عقلك يركز على النعم بدل المخاوف. يعني بتجبري نفسك انك تركزي على النعم والحاجات الحلوة اللي حاصلة في حياتك، بدل ما تفكري في الحاجات الوحشة اللي لسه هتحصل بعدين. ورابع حاجة، دللي نفسك. لما تلاقي التفكير زاد، قومي اعملي سكين كير، اهتمي بشعرك، استرد انوثتك من القلق الفظيع اللي دمر حياتنا ده. وطبعا مش هوصيكي بالجانب الروحاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني اللي بيعرض عن ذكر ربنا أو بيبعد عن ربنا، مش بيصلي، ماشي في الحياة كده وخلاص من غير روحانيات، حياته بتبقى ضنك مهما كان في نعم في حياته كتير، ومهما كان إنسان مثلا عنده حاجات كتير أوي تفرحه، بس هو مش هيحس بكل ده، وهيفضل دايما واهم نفسه وقاعد قلقان وبيفكر على طول. آم، فاحنا في ركن كده بعيد نعمل لنفسنا مكان للصلاة. أهم حاجة بتطمن بجد هي القرآن. أنا بفصل عن العالم وبروح هناك، اللي هو كأني رحت في مكان تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني الحاجة اللي انت بتفكر فيها دي، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي حاجة غير اللي انت بتفكر فيها دي خالص تحصل. يعني انت مش عارف الغيب، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكرة. آم، يمكن التغيير اللي انت خايفة منه ده يكون هو بداية رزق واسع ما كنتيش تحلمي بيه اصلا. ربنا اللي دبر ليكي حياتك وانت طفلة اكيد مش هيسيبك وانت كبيرة يعني. وافتكري دايما: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ايه حسبه؟ يعني كافيه. لما تفوضي امرك لله، انت بتنقلي الحمل من على كتافك لكرم ربنا الواسع. استودعي مستقبلك وبيتك وحياتك عند الذي من لا تضيع عنده الودائع. واخر حاجة عايزة اقولها لك: يا جميلة الجميلات، والله المستقبل ده بتاع ربنا، والماضي خلاص راح، مفيش غير انتي دلوقتي. اوعدي نفسك انك مش هتسمحي لأي فكرة تسرق ضحكتك الجميلة او تدبل ملامحك. كوني قوية بذكائك وجميلة بهدوءك ومطمئنة بربك. وانا لو في اي واحدة عندها مشكلة مش قادرة تخرج من تفكيرها، او دايما بتفكر فيها ومش عارفة تتكلم مع حد عارفاه في الموضوع ده، او مثلا حاجة منغصة عليها حياتها، طبعا في ناس متخصصين للاستشارات ولايف كوتشز وحاجات كده، بس ده انا مش لايف كوتش طبعا، ولا اقدر ادي استشارات ولا اي حاجة. بس انا ما عنديش اي مشكلة ان انا اتكلم معاكي. اكتبي لي بس كومنت وانا هتواصل معاكي. ما عنديش اي مشكلة اني اديكي وقت من يومي، ونحاول على قد ما نقدر نخرجك من الموضوع اللي انت فيه او من الحاجة اللي قلقاكي. ده طبعا بدون مقابل. اللي هو انا بجد بيصعب عليا اي بنت دماغها مسوحاها او حاجة منغصة عليها حياتها. لا، مفيش حاجة مش مستاهلة. احنا المفروض دايما نبقى مبسوطين وسعداء، عشان نبقى امامير بقى، وشكلنا وبشرتنا وكل سكين كير اللي بنحطه ما يروحش على الفاضي والكده يعني. آم، بس كده. مع السلامة.